ومن رسالة له عليه السلام إلى عمرو بن العاص يؤنبه على اتباع معاوية وتذلله له، ثم يهددهما دفعة واحدة. ففي الابتداء يؤنب عمرو، يقول له: لماذا أنت تتبع معاوية وهو يضحك عليك بهذا المعنى؟ ثم يتخذ الموقف منهما. فكتب عليه السلام إلى عمرو قائلا: فإنك قد جعلت دينك تبعا لدنيا امرئ ظاهر غيه. طبعا يقصد معاوية. لدنيا امرئ ظاهر غيه مهتوك ستره، يعني لا أحد يحترمه، وذلك لكثرة الخلاعة التي كان يشتهر بها. فإنك قد جعلت دينك تبعا لدنيا امرئ ظاهر غيه مهتوك ستره، يشين الكريم بمجلسه ويسفه الحليم بخلطته، فاتبعت أثره وطلبت فضله اتباع الكلب للضرغام يلوذ بمخالبه وينتظر ما يلقى إليه من فضل فريسته. هنا الضرغام هو الأسد، ولم يقل اتباع الثعلب للضرغام، وذلك أبلغ في الإهانة لعمرو، فقال: اتباع الكلب للضرغام يلوذ بمخالبه وينتظر ما يلقى إليه من فضل فريسته، يعني ليأتي ويستفيد منه. فأذهبت دنياك وآخرتك، ولو بالحق أخذت أدركت ما طلبت. لو اتبعت طريق الحق لكان الله تعالى قد رزقك من رزقه الحلال. فأذهبت دنياك وآخرتك، ولو بالحق أخذت أدركت ما طلبت. فإن يمكنني الله منك ومن ابن أبي سفيان أجزكما بما قدمتما، وإن تعجزا وتبقيا، يعني من بعدي، فما أمامكما شر لكما والسلام. يعني إن نصرني الله عليكما فسوف لن أترك العقاب، أما إذا أنا مت قبلكما فما ينتظركما في الآخرة هو أشد. فإن يمكنني الله منك ومن ابن أبي سفيان أجزكما بما قدمتما، وإن تعجزا فتبقيا فما أمامكما شر لكما والسلام.